السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطبق كيجي لذيذ بزاف. تحضروه هكا الوليدات ديالكم، سهل التحضير. فغادي نبقاو ان شاء الله باش نشارك معكم المكونات. عندنا هنايا قطعه البصله، عفوا البطاطا، قطعتها قطع متوسطه الحجم وسلقتها مع شويه الملحه. من بعد ما سلقتها فهنا دابا غادي ندوز باش نقليها. تقريبا درت واحد 6 ديال البطاطات يكونوا شويه كبار، سلقتهم ومن بعد صفيتهم. عاد غادي ندوز باش غادي نقليها. غادي ندوز للخطوه المواليه، هي عندي الدجاج ديالي بطبيعه الحال اللي مقطع بهذا الشكل هذا. بالنسبه للتشرميله فالتشرميله راه سهله وما فيهاش شي صعوبه ليا كثيره. فاحتاجيت طبيعه الحال الشرمونه، درت جميع التوابل ودرت شويه ديال المطارد، شويه كذلك ديال الثوم بودره، شويه ديال البزار الملح سكينجبير، بابريكا، فلفل اللي تيكون حار. كذلك درت شويه ديال الصوجه، ودرت واحد 2 معالق كبار ديال ياغور طبيعي، ورقدته خليته يترقد لمده ديال 3 سوايع 4 سوايع. ومن بعد غندوز باش غادي نقليه. فعندي هنا فقط البيض مع شويه الملحه، وعندي شابلور. تقدروا انكم ديروا البيض وديروا دقيق عدد وشابلور اللي يعجبكم. فانا درت غير البيض وشابلور، جاني مقرمش وجا زوين بزاف. فكي كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه صافي. فانا استمريت بهذه الطريقه. كيف قلت لكم هذا غداء سهل وسريع، يعني بسرعه انه تقدروا انكم تحضروه، ما غاديش يشد لكم وقت كثير وكيجي لذيذ بزاف. والطريقه اللي شاركت معكم الاولى ديال ديك البطاطا بهذيك الطريقه، نتوما غتشوفوا معايا شنو غندير ليه. كتجي لذيذه وكتجي مختلفه شويه على البطاطا اللي حنا مولفين كنقدموا الاعتياديه. ما تقري لي الدجاج ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مقرمش ومحمر. وكذلك البطاطا ديالي حتى هي كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه اللي كانت عندكم ديك البطاطا زوينه ديال القليان راه غتجيكم مقرمشه البنات. المهم انا شنو غادي نزيد عليها؟ نزيد عليها واحد الاضافات غيخليوها غتجي لذيذه وغادي تعجبكم بزاف بزاف. المهم شنو غادي نزيد عليها البنات؟ غنزيد عليها بصله مقطعه دي ترونش اللي هما هكا بهذا الشكل هذا رقاق. عندي كذلك شويه ديال المعدنوس، ماشي قزبر، غير معدنوس بوحديته. اش غادي نجي هنا؟ غادي ناخذ هنا واحد البول. اش غندير فيه؟ غادي ندير فيه شويه ديال الفلفل الحار، وغادي ندير شويه ديال الصوجا. ها هي صوص الصوجا، ماشي ديك الثقيله، ديك الخفيفه ديال لي سالاد، ديك الخفيفه. هانتوما غتشوفوها انا في الفيديو غتبان لكم خفيفه، شفتوها. وغادي ندير كذلك شويه ديال القطاره ديال الحامض، او تقدروا تستعملوا الخل، غير هو احسن الحامض كيعطي واحد اللذه وما كيحمضش لينا الحاجه بزاف، على عكس الخل كيحمض شي شويه. دونك هنايا شنو غادي نزيد اخر؟ غادي ندير كذلك شويه ديال زيت الزيتون، وبطبيعه الحال غادي نديروا شويه ديال الملحه. ضروري غادي نديروا شويه الملحه يا البنات باش هكا كتجينا لذيذه هاد البطاطا ديالنا. بطبيعه الحال هنا راه ديجا ضفتها، غير ما عرفتش كيفاش ما بانت ليش في هاد اللقطه. وغادي نكبها فوقها وغادي ندمج مزيان العناصر، كتجي لذيذه بزاف هاد الطريقه هذه. وصافي هنا البنات من بعد ما ساليت فقدمت الطبق ديالي على هذا الشكل هذا مرافق مع شويه ديال المايونيز اللي هو منزلي. كنتمنى الطبق يكون عجبكم. كتشوفوا معايا الفيديو خفيف ظريف وحتى الوصفه سهله وغتعجبكم بزاف. غادي نقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.